هلو يا بنات، ويلكم تو شيماء دايريز. اتمنى ان الصوت النهارده يبقى احسن. اهو اتكلمت من غير مايك عشان ما تقعدوش تزعقوا لي في الكومنتس. و دعيت لكم كل الناس اللي كتبت لي كومنتس وكده، دعيت لها. انا لسه صوتي تعبان جدا عشان كده صورت الفيديو متاخر، فاعذروني لو انا قطعت في النص رحت كحيت وجيت، لان بجد صوتي متدمر. بس هحاول على قد ما اقدر ان انا يعني اخلي الفيديو ده صوته حلو لحد بقى ما نجيب مايك وكده. وكل يوم بيت شيت اروع من اللي قبله، بس مش قادره اغيره، يعني مش قادره اعمل ماتشنج، فاهمين قصدي؟ تعبانه جدا بجد. فانا بتعامل معاكم ان احنا صحاب، وبتعامل معاكم ان احنا اهل. وثانك يو على ان انتوا بتكتبوا لي كومنتس ليها علاقه بالحجاب وكده. اكيد كلنا بنحاول انه احسن من حجابي او شعري ما يبانش او كده، فكلنا بنحاول. فحاولوا بس تبقوا رحماء، لانه ممكن ناس تتأثر. انا الحمد لله مش بتأثر، لان انا مريت بفترة كنت يعني مهزوزة جدا في حجابي بسبب الشغل وكده. ودلوقتي الحمد لله ربنا مثبتني، فمش بتأثر قوي، بس بشتغل على نفسي وبحاول ان انا احسن دايما من طريقة لبسي، وبحاول ان انا البس مودست، بحاول ان انا شعري ما يبانش اهو النهارده، وبحاول يعني. ف اي هوب كده ايه ان اللفة دي تبقى شكلها حلو. بس المهم ان انا النهارده جاية اكلمكم عن ازاي تشتغلي على نفسك بجد. فككوا بقى من اي حاجه بتشوفوها اللي هو حبي نفسك وكده. لا، انا جايه اقولك ستيبس حقيقيه ازاي تشتغلي على نفسك من خبره 10 سنين. ازاي ان انتي فعلا تشتغلي على نفسك عشان تبقي الهاي فيرجن اوف يور سيلف، او ان انتي تبقي هاي فاليو وومن. يعني ايه هاي فاليو وومن؟ يعني تبقي الوومن اللي انتي نفسك تبقيها، او البنت اللي انتي نفسك تبقيها. فانا عايزه ادخل في الموضوع على طول، بس عايزاكم تجيبوا نوت بوك وقلم وتجيبوا حاجه سخنه وتاخدوا الفيديو ده بجديه، لان انا بجد هقول لكم فيه على ستيبس فعلا حقيقيه. طيب، اول حاجه، لو انتي لسه بتدرسي ومش بتدرسي في جامعه 3 حروف، سواء بقى انتي مصرية او لأ، بس بتدرسي في جامعة عادية، جامعة حكومية، ممكن يبقى المناهج فيها عادية، مش بتديكي اكسبوجر او بتعرفك على حاجات كتير. فمهم قوي 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 ان انت اللي تعملي لنفسك الاكسبوجر ده. مهم ان انت اللي تعرفي نفسك على الحاجات الخارجيه اللي بيتعرض لها ناس ممكن تبقى بتدرس في اماكن احسن او بتدرس في جامعات احسن. فازاي هتتعرضي للاكسبوجر ده؟ انت فاتحه سوشيال ميديا طول الوقت، بتفتحي يوتيوب، بتفتحي انستجرام، بتفتحي تيك توك. فزي ما بتتابعي الحاجات اللي هي بيوتي، وبتتابعي ناس تطور منك كمان كسيلف ديفلوبمنت which is مهم، بس تابعي ناس تكون بتعرفك ازاي تاخدي كورسز فور فري، بتعرفك ازاي ان انت تاخدي منح، بتعرفك على الايفنتس اللي موجوده اللي بتتعمل. الناس دي كتيره قوي موجوده على السوشيال ميديا، وعايزه اقول لكم على اسامي ناس منهم. ملك حاتم، ملك دايما بتنزل opportunities سواء على انستجرام او على تيك توك او على يوتيوب، فرص ليها علاقه بان انت ازاي تطوري من نفسك، وازاي تشاركي في منح، وازاي ان انت تروحي ايفنت، وازاي ان انت تاخدي كورسز فور فري كلها. وكمان فكرة ان الكورسز والحاجات اللي هم بتقدمها الناس دي بتبقى حاجات من جهات معتمدة. يعني انت ممكن تلاقي حاجات مثلا بتاخديها من الاتحاد الاوروبي، من جهات، من سفارات، من جهات فعلا بتقدم محتوى حقيقي هيفيدك، وغير المحتوى هيعرفك على نتورك وناس انت ممكن تبقي عايزة تبقي شبههم، فتبدأي تشوفي عوالم مختلفة. عندك ملك حاتم، عندك ذا جود نيوز، عندك عمرو رمضان، عندك ناس كتير قوي من مريم سلايكا ذا جود نيوز، عندك ناس كتير من الاديوكيشن كونتنت كرييتورز. تابعيهم علشان بليز تابعيهم عشان خاطر تعرفي الفرص، مش عشان خاطر تحبطي او تحسي ان انتي متاخره او كده. لا، تابعيهم عشان تعرفي الفرص. وبليز لما تعرفي الفرصه دي وتلاقي ابلكيشن طويله عريضه، لا انا مكسله ومش هقدم وكده، ما هو بجد الابلكيشنز دي بتاخد وقت انك تمليها كويس، وتمليها فعلا بتعبر عنك. الاي اي ما خلاش حاجه، بس ما تستخدميش كل حاجه تخلي الاي اي يكتبها لك كلها. لا، تقعدي تملي الابلكيشن دي اللي هو بشخصيتك، بالحاجات اللي انت شاركتي فيها، واصغر الحاجات اللي انت ممكن تتوقعيها عن نفسك اكتبيها. ممكن اشارككم اكتر عن ازاي ممكن نبقى بنملي ابلكيشن او كده، بس انا مش حابه قوي ان انا اديك ديب في الحته دي، لانه في كرييترز تانيين بيتكلموا عن ده باستفاضه. بس
اتكلمي عن نفسك، وعادي ان انتي تبقي تترفضي في واحدة، التانية التالتة هتتقبلي، بعدين لما تتقبلي في حاجة الحاجة دي هتخليكي تتقبلي في حاجة تانية. الحاجات دي هتوسع الافاق بتاعتك جدا. معظم الحاجات دي اونلاين، في حاجات منها طبعا اوفلاين يفضل ان انتي تبقي بتروحي وتقابلي ناس، بس عشان انا عارفه بنات منكم ممكن اهلهم مش بيوافقوا ينزلوا، حاجات كتيره ظروفهم مختلفه، فممكن تاخدي الحاجات دي اونلاين وبتبقى موجوده مينلي كمان للناس في الوطن العربي. طيب تاني حاجه وهي ان احنا هنتعلم انجلش. بنات، الانجليش مش رفاهية، وبجد الانجليش للأسف في مجتمعنا بيحطك في حتة تانية جدا. وانا عارفة ان انتوا هتتكلموا معايا عن الهوية والهوية العربية، وانا مش بقول ان احنا ما نتكلمش عربي. انا درست لغات وترجمة، عملت لكم فيديو اصلا على تيك توك بيقول انا درست ايه وعملت ايه، وممكن اعمل لكم هنا برضو. بس انا بقول لكم ده من خبرة 10 سنين شغل، وتعرض لفئات مختلفة من المجتمع. صدقيني الانجليش بيحطك في حتة تانية، وده الكلام الواضح والصريح، وانا مش هجمل عليكم. لا، لما تبقي بتتكلمي انجليش احسن وبتتكلمي باكسنت احسن، ده بيخليكي تاخدي فرص اكتر. وفي ناس بتترفضي بس عشان الانجليش بتاعك مش كويس، عشان انتي مش تعرفي تتكلمي مع مجتمعات معينة، وده الواقع. فخلينا ان احنا متفقين مع الواقع، ومتفقين كمان ان انا لو انا عايزة اشتغل في بلد تانية، انا مش هعرف اشتغل في بلد تانية واسافر وكده وانا مش بتكلم انجليش كويس. طيب اعمل ايه بقى عشان اتكلم انجليش كويس؟ هروح اخد كورس 12 ليفل مش عارف ايه؟ لا، كورسز دي بجد انا بشوف انها ملهاش فايدة لو انتي مش بتشتغلي على الكونفرسيشن بتاعتك، بتشتغلي على ازاي تتكلمي. فتعملي ايه عشان تتعلمي ازاي تتكلمي؟ انا عن نفسي كنت بتابع ناس على السوشيال ميديا بتتكلم بالانجلش، ومش بدخل اقول لهم اتكلموا عربي ومش عارف ايه، لا كنت بقعد اسمع واشوف. حتى البيوتي بلوجرز، حتى ناس بتتكلم في السيلف ديفلوبمنت، كنت بتابع ناس بتتكلم بالانجلش كتير قوي وبسمعهم، وبقعد ان انا اشوف هما بيتكلموا ازاي، طريقه كلامها عامله ازاي، واحاول ان انا مع الوقت. احنا غصب عننا لما انت بتشوفي حد بيتكلم قدامك كتير، فبتلاقي نفسك ان انت بداتي تقلدي طريقه الكلام دي. ف غصب عنك بتاخدي من طريقة الكلام دي، وبتلاقي نطقك في الانجليش اتحسن في كلمات معينة انت اكتسبتيها. وكمان اتفرجت على فريندز، كنت بعيد وازيد في فريندز وبدات اتفرج عليه بسبتايتلز انجلش، اتفرج على حاجات بسبتايتلز انجلش. كل ده خلى الاكسنت عندي تتحسن، وخلى ان انا الانجليش بتاعي يتحسن. اسفه لو انا صوتي بجد ضايع. ف لما عملت كده بدأت ان انا اخد بقى 1 to 1 conversation برايفت، يعني خدتها مع حد امريكان اكسنت، بقى يبراكتس معايا، تبراكتس معايا الانجليش، كانت تيتشر. وعادي انت في حاجات كتيره قوي ممكن ان انت تبراكتس عليها. اي ثينك البريتش كونسل بيعملوا ده، في كامبلي، في حاجات كتير ابلكيشنز. انت عارفه حد من صحابك خريج جامعه 3 حروف AUCM بيتكلم انجليش تحفه، قولي له انا هدفع لك بير سيشن بس براكتس معايا انجليش 1 to 1، وتعالى نتكلم مع بعض انجليش. واعملي ده بفلوس عشان خاطر تبقي انت كوميتد لده. ولو انت مش قادره تدفعي لده، سجلي لنفسك. يعني مثلا شوفي فيديو وحاولي تتكلمي زي الفيديو ده، وبعدين سجلي لنفسك وشوفي ايه الاختلاف في الطريقه. وحاولي ما تبقيش فيك، يعني حاولي ما تتكلميش الانجليش الفيك، لا، اتكلمي الانجليش اللي فعلا يعبر عنك. مش لازم ان انا ابقى بتكلم انجليش الاكسنت اللي ما حصلتش الامريكان، لا، بس ابقى بعبر عن نفسي كويس بالانجليش لما اتحط في سيتويشن او اتحط في كوميونتي، ابقى فاهمه هم بيقولوا ايه، وابقى واثقه في نفسي وانا بتكلم. صدقوني ده بيزود في ثقتك في نفسك 180 درجه. تالت حاجة، هنشتغل بضمير. يعني لو انت قررتي تشتغلي وانتي بتدرسي، او اتخرجتي جديدة ولسه بتشتغلي، او لسه حتى بقالك فترة، هتشتغلي بضمير، هتشتغلي بجد. بس هتحطي حدود، وتعرفي قيمة نفسك، وتعرفي قيمة اللي انتي بتقدميه. وفي نفس الوقت ده هتبقي بتتعلمي وبتسألي الناس الأكبر منك. ولو مديرك شخص سوي، لو مديرتك شخصية سوية، اتعلمي منها وكبريها واديلها مقامها، وفي نفس الوقت اتعلمي منها. شوفيها هي بتتكلم ازاي، شوفيها هي بقت مديرة ازاي. ممكن سوق العمل ساعات مش بيبقى فير، انا عارفة ده، وحاليا سوق العمل بجد بشع، والاسوياء فيهم قليلين جدا. بس انا في مديرين قابلتها اتعلمت منها كتير قوي، وتعلمت هما بيتكلموا ازاي. كنت بشوف طريقتهم مع الناس، بشوف هما بيتكلموا ازاي، كنت بروح اسالهم، اقول لهم انا عايزاكم منتورز ليا، تقعدوا معايا 1 to 1 تشوفوا ايه اللي ناقصني وازاي اطور منه، وابدا اخد ده. بس اهم حاجه ان المدير ده يكون شخص سوي فعلا، ما يبقاش بيكسر فيا من تحت لتحت، لا، يبقى انا الشخص ده فعلا بيفيدني وبيديني تولز ان انا اتطور بيها. وابدا ان انا اخد ده واتعلمه، واشوف ازاي ان انا اطور منه، واشوف ازاي ان انا شغلي بضمير ده خلاني وصلت لحته احسن، لان انا ببراكتس السكيلز دي. فبالتالي
لو انا بعمل الحاجة دي ب1%، لا الحاجة دي هتكبر معايا ل100% عشان انا عملت لها براكتسنج اكتر. رابع حاجة، هنبعد عن اي علاقات توكسيك في حياتنا، هنبعد عن صحاب بيجرونا لورا وصحاب مش عايزيننا نتقدم وصحاب بيغيروا مننا وبيقارنوا نفسهم بكل الناس وبيشوفوا مين وصل لايه ومين عملت ايه وانا ليه ما وصلتش، وطول الوقت عايشين دور الضحية. وصدقوني اكتر حاجة بتودي ورا هي المقارنات، اكتر حاجات اخرتني في حياتي هي ان انا وقفت كده في لحظة وقارنت نفسي بناس تانية فوقفت، فما بقتش عارفة هو انا عايزة ايه اصلا في الحياة. فحاولوا تبعدوا عن اي صحاب هما بيشدوكوا لورا، صحاب حواراتهم كتير. عارفين بجد انا اكتر النعم اللي انا أو كنت واعية ليها في حياتي هي ان انا لما بلاقي صاحب انا حاسة ان هو مش بيطلعني قدام، او الصاحب ده حواراته كتير، عنده حوارات طول الوقت، بيجرني في مشاكل، بيدخلني في مشاكل انا ماليش دعوة بيها، عايش في بابل من الفيكتيم مايند سيت، دور الضحية طول الوقت، انا ببعد، انا مش بقرب اصلا، لانه الصاحب بجد ساحب والمرء على دين خليله. فابعدي عن اي حد بيجرك لورا، ابعدي عن اي حد شاغل نفسه بالناس، وركزي مع نفسك وحاولي ان انتي تتعرفي على ناس انجح منك، حاولي ان انتي تتعرفي على ناس تبقي صاحبتهم، تقولي لهم انا عايزة ابقى صاحبتكم. لو هتبقي لوحدك فترة، لو مش هيبقى عندك غير صاحب او اتنين، صدقوني انا بجد كل ما بكبر كل ما دايرتي بتقل جدا، بس بيبقوا هما الناس اللي انا عارفة فعلا ان هما نضاف من جوه وبيحبوني. فمش بكترة العدد، ساعات في اوقات احنا بنحتاج ان احنا نبقى فيها مع نفسنا ونشتغل فيها مع نفسنا عشان نبقى فيرجن احسن من نفسنا ونقابل ناس كمان تخلينا احسن. فالصحاب لو سمحتي ابعدي عن العلاقات مع الولد اللي هو لا بيشتغل ولا بيعمل حاجة في حياته وانتي بتصرفي عليه وانتي شايفة ان انتي هتتجوزيه ومعرفش ازاي شايفة انك هتتجوزيه. يعني ما بيعملش اي حاجة في حياته، طول الوقت عمال يندب في المجتمع والناس وازاي هو ضحية المجتمع، ولا بيقرر يسعى في اي حاجة في حياته، بيقلل منك وبيهد فيكي وبيقلل ثقتك في نفسك وعشان انتي بتحاولي فهو شايفك ان انتي بتحاولي فعمال بقى يهد فيكي ويدمرك نفسيا بكل الطرق ويقولك ما تنزليش وما تعمليش وما تسويش. بنبعد بقى. يعني ممكن اكلمكم في قصة تانية، بس الشخصيات دي احنا بنبعد عنها تماما لانه ده مش ماتيريال شخص بنتجوزه او بنكمل معاه حياتنا اساسا. يعني ده ما بنتجوزهوش، ده ما معرفش بنعمل بيه ايه، ربنا يهديهم. بس في رجالة كويسة في الدنيا بجد، الأرض مليانة رجالة كويسة، وما تعملوش زي وتكرهوا الرجالة في فترة ما في حياتكم تقولوا لأ مش عارف ايه، لأ في رجالة كويسة، بس مهم ان احنا نبعد عن الناس اللي مش كويسة عشان نبقى احنا هاي فاليو وومن. فلما ابقى انا هاي فاليو وومن هقابل هاي فاليو مان، هقابله ازاي بقى وانا مع أشرف كوخة؟ مش هينفع خالص. ف مهم قوي ان احنا نبعد عن اي ناس بترجعنا لورا. خامس حاجة، هندعي ربنا بيقين ومن جوه قوي، وهندعي ربنا واحنا عارفين ان ربنا هيستجيب. وصدقوني مهما كانت الحاجة دي مستحيلة والله ربنا بيستجيب. ساعات بجد انا في مرة قلت فيها يا رب لو انا اسكن هنا، والله العظيم بجد ربنا كرمني ومعرفش ازاي سكنت ف... في مكان يعني. ف... فبجد ربنا بيسمع وربنا بيستجيب، وده وعد ربنا لينا. ولما ربنا مش بيستجيب لينا والله العظيم بيبقى الخير. انا في دعوة عمري ما هنساها، وانا في ثانوية عامة رحت العمرة، بابايا كان وقتها اللي وداني، ف... فدعيت دعوة قدام الكعبة، والله الدعوة دي لو كانت اتحققت النهاردة كانت حياتي هتبقى دمار. فالحمد لله ان ربنا ما استجابهاش، وبقعد اقول لربنا كل شويه الحمد لله يا رب انك ما استجبتهاش. فادعوا ربنا بيقين الاجابه، ادعوا ربنا يحطكوا على الطرق السليمه، ادعوا ربنا باللي نفسكوا فيه بجد وانتوا موقنين بالاجابه، واصبروا واشتغلوا على ده. وهعمل لكم فيديو بجد عن الموضوع ده عشان تعرفوا ازاي ان انتوا فعلا ساعات احنا مش بيبقى عندنا اليقين ولا عندنا الايمان، وصعب قوي قوي قوي، وطول الوقت بشتغل على الموضوع ده، بس كل مرة بثق فيها وبسلمها لربنا بجد ربنا بيديني. ومهما كان الموضوع مستحيل، مهما كان صعب ان انتي تسافري، مهما كان صعب ان انتي اهلك بيرفضوا حاجات معينة، مهما كان صعب ادعي ربنا يسخر ليكي اللي في الارض واللي في السما للحاجة اللي انتي نفسك تحققيها. سادس حاجة، ودي حاجة معلش استحملوني فيها، هنهتم بطريقة لبسنا وبشكلنا وبنظافتنا واحنا بنتكلم ازاي وبلبسنا، بالذات لو انتي محجبة، بالذات لو انتي محجبة.
للأسف في مجتمعات معينة بتشوف إن المحجبة less class، إن انتي كده من طبقة اجتماعية أقل، وأنا بشوف إن ده تخلف، إن ده أصلا من مشكلة الأشخاص دي. بس برضه أبقى أنا لابسة حلو، ايه المشكلة؟ أبقى أنا بمثل المحجبة دي بأحسن صورة، أبقى أنا مش لابسة البودي الكارينا. يعني بصوا هنا هتلاقوا إن أنا لابسة اللي هو الهاي كول اللي بيبقى ده، مش الماتيريال اللي بتبقى لازقة قوي على الجسم اللي هي بتبقى شبه الكارينا اللي طالعة اسمها بيزك توب، ولا لابسة طبقات وحاجات اللي هي عارفين بتبقى توب كده وتحتيك جماعة شكلها وحش قوي ومعرفش ايه اللي طلعها تاني الحاجات دي. مهتمية بشكل حجابي، مش لابسة حاجات مشجرة اوفر، مش لابسة ألوان اوفر، لأ لابسة ألوان نيوترالز، لابسة ألوان بيجات، لابسة ألوان بينك هادي. السكارف بتاعتي ماتيريال نظيفة، مش لازم ان انا اشتري هدوم غالية، بس اشتري هدوم كواليتي حلوة مش بكتر الهدوم، مش ان انا اروح اجيب هدوم قد كده من شي ان شكلها غريب ومش عارفة هعمل لها ستايلينج ازاي. لا، اشوف على برينترست، اشوف بنات بتلبس حلو، احاول ان انا لبسي يبقى مهندم. صدقوني اللبس المودست، اللبس اللي هو الاوفر سايزد الواسع شويه للبنت المحجبه بيبقى اشيك كتير قوي قوي قوي، بالذات في البنطلونات، من اللبس الضيق اللي شكله مش حلو. كل الحاجات دي بتخليكي شخص ارقى، بتخليكي واثقه في نفسك اكتر. لبسك، الميك اب بتاعك، الميك اب بتاعك ما يبقاش تو ماتش ميك اب وتو ماتش طبقات، لا فلولس ميك اب. مش لازم اجيب ميك اب غالي، بس لما اعمل ميك اب يبقى الميك اب ده فلولس، يبقى انا حاطه بلاشر. يعني انا هنا حاطه مثلا فول ميك اب مش باين ان انا حاطه فول ميك اب، احط ميك اب يبقى فلولس على وشي. اهتم بالسكين كير بتاعي، واهتم ان بشرتي تبقى حلوه، اهتم بنفسي، عشان لما انا ههتم بنفسي ده هيعكس على ثقتي بنفسي، وهيعكس الناس ازاي بتشوفني، والناس يعني انا كشيماء كنت دايما عندي اعتراض على الموضوع ده، ولا انا مبحكمش على الناس بشكلها وكل الكلام ده، بس للاسف ناس كتير قوي بتحكم بشكلها. و ان انا ابقى مهتمية بشكلي وبنضافتي وبريحتي وبطريقة لبسي وبطريقة كلامي وازاي بتكلم وازاي بعبر عن نفسي. دي حاجات بتفرق قوي قوي قوي، وبتفرق في ان انتي تبقي واصلة لحتة احسن في حياتك، وان انتي تتعاملي مع ناس احسن في حياتك، وبيخليكي واثقة في نفسك جدا. فبليز برضو اهتمي بطريقتك، واهتمي بشكلك، واهتمي بلبسك، واهتمي بانتي ازاي ظاهرة، وازاي بتتكلمي، وازاي ان انتي كمحجبة بتمثلي فعلا البنات المحجبة بأحسن طريقة ممكنة. تامن حاجة، هنعمل لينكد ان وهنتكلم عن شغلنا، وهنشوف ازاي ان احنا ممكن نعمل لينكد ان. اتفرجوا على فيديوز على اليوتيوب عن ده، وهنتكلم عن كل اتشيفمنت احنا بنعمله، هنتكلم عن السكيلز بتاعتنا، هنتكلم عن لو شاركنا في مسابقة، لو احنا رحنا كورس، لو احنا تعرفنا على حد معين. هنعمل بيرسونال براند لنفسنا، هنتكلم فيها عن نفسنا. واللي يقولك اصل ده بيرسونال براندنج واحنا بتكلم عن نفسي كتير واصلا مش بعرف اتكلم عن نفسي، لا بيفرق. وبيفرق انك تتكلمي عن شغلك، وبيفرق ان ده يجيبلك فرص احسن. واعملي كونكت لناس انتي عايزة تشتغلي في الشركات دي معاهم، او عايزة تشتغلي معاهم، وريهم شغلك. واللي ما يشوفكيش كبيرة، واللي ما يشوفش شغلك كبير ان شاء الله عنه ما شاف بجد. انا بقولك ليه اعملي لينكد ان، عشان لينكد ان مليان فرص، ومليان فعلا ناس ممكن تخليكي توصلي في اماكن احسن، ممكن يجيلك فرصة سفر، ممكن يجيلك حاجات كتيرة قوي ممكن تغير حياتك عن طريق لينكد ان. بس مش عايزة يأثر على ثقتك في نفسك، عايزاكي دايما تكوني واثقة من نفسك، وتكوني واثقة من ان انتي ماشية على الطريق الصح. لو هتعملي لينكد ان ما يغركيش ان الناس كل شوية بتنزل انجازات، ومين خد MBA ومين خد ماسترز مش عارف فين. الحاجات دي بتحبط، وانا عارفة انها بتحبط وبتوقفك وبتحسسك ان انتي موصلتيش لحاجة. بس صدقيني كل ستيب انتي بتاخديها دي بتخليكي اعلى، وربنا هو اللي بيبقى شايف كل خطواتك. وصدقيني الحياة مش محتاجة ان احنا نجري قوي كده، بس انا عايزاكي ان وانتي في عشريناتك تشتغلي على نفسك عشان تبقي احسن، عشان توصلي لفيرجن تانية تبقي انتي فخورة بيها. والفيرجن دي لما توصلي لها تحسي ان انتي اهدى، وتبقي in your feminine. وانا عارفة ان الشغل والكارير دي حاجة masculine energy، بس في نفس الوقت لما انتي تشتغلي على نفسك يبقى معاكي فلوسك تعرفي تجيبي بيها حاجات احلى لنفسك، تعرفي ان انتي تطوري من نفسك، تعرفي تتعرفي على ناس احسن، تعرفي تقابلي رجالة احسن، تعرفي ان انتي تحققي الحاجات اللي انتي نفسك فيها. ده كله هيعلي من ثقتك في نفسك، وهيخليكي فيرجن تانية احلى. فما تنسيش برضو your feminine self. تاسع حاجة قلتها لكم كتير قوي، الهاي فاليو وومن بيجيلها هاي فاليو مان. فلو سمحتي ما تقلليش من نفسك عشان خاطر حد،
ما ترضيش بأقل من اللي انتي تستحقيه، وما تبذليش مجهود في علاقات انتي عارفة انها علاقات فاشلة. اللي عايز يتغير واللي عايز يبقى أحسن واللي عايز يشتغل على نفسه بيشتغل على نفسه، وده مش دورك. مش دورك ان انتي تغيري الناس، مش دورك انك تزقي راجل ان هو يشتغل، مش دورك ان انتي تصرفي، مش دورك خالص. دورك تو سبورت عشان هو يبقى أحسن. الدعم ده عن طريق ان انتي تبقي أهدى، عن طريق ان انتي تسمعي، عن طريق بس احنا مش بنبروفايد. احنا مفروض هو اللي يبقى عارف هو عايز يعمل ايه في حياته واحنا نبقى جنبه. لكن لو هو مش عارف لسه هو عايز يعمل ايه في حياته، مش عارف لسه هو طول الوقت بيندب، طول الوقت مش شايف امل من اي حاجة، وانتي شايفة ان انتي هتصلحيه وتصلحي الكون، ما تضيعيش وقتك مع رجالة ما تستاهلش. لانه صدقيني ده masculine energy، وفي الاخر هيبقى عليكي انتي ان هو هيقعد يكسر فيكي ويحبطك ويقلل منك عشان شايفك ان انتي بتكبري وهو مش عارف يعمل حاجة. فده مش دورك صدقيني. واسمعوا في حلقة اسمها letting go او let them، حلوة قوي. let them بجد. اي حد بيوريكي حقيقته صدقي حقيقته، و ابعدي عشان خاطر تبقي نسخة أحسن من نفسك وتقابلي ناس أحسن. ناس أحسن نتجوزها، مش ناس أحسن تضيع سنين من عمرنا. 10 حاجة: اعملوا فيجن بورد، مانيفست، تخيلوا نفسكوا الشخصية اللي انتوا عايزين تبقوها. حطوا في الفيجن بورد كل حاجة انتوا عايزين توصلوا لها. حطوا أحلام كبيرة، احلموا زي ما انتوا عايزين. مانيفست الأحلام دي، تخيلوا نفسكوا انتوا الشخصية دي واتكلموا زيها، وقفوا قدام المراية ومثلوا ان انتوا بقيتوا الشخصية دي، وبتلبسوا ازاي وبتتكلموا ازاي وبتروحوا فين واشتغلتوا فين. وحتى لو انتوا ما اشتغلتوش، حياتكوا عاملة ازاي، لو انتي بقيتي لو انتي اتجوزتي الراجل اللي انتي عايزة تبقي معاه شكله عامل ازاي. مانيفست، لانه الحاجات دي بجد بتتحول لحقيقة، والانرجي دي بتتحول لحقيقة، وبتبقى كأنك بتدعي بيها ربنا وبتقولي يا رب انا عايزة الحاجات دي، انا شايفاها وشايفاها بتحصل. فمانيفستت وحطيها في فيجن بورد، واعملي الفيجن بورد بتاعتك كل سنة لو انتي كنتي لسه ما عملتهاش، لانها بجد تتحقق. خلي عندك يقين وثقة في ربنا. وانا حاولت ما اطولش عليكم، بس انا كنت عايزة اقول لكم كل حاجة عن شوية خطوات ازاي تشتغلي على نفسك بجد. اكتبولي ايه تاني عايزيني اكلمكم فيه من النقط دي، واكتبولي ايه اللي انتوا عايزيني ابقى بقولهولكوا اكتر. اكتبولي لو انتوا عايزين تعرفوا عني، اعمل لكم فيديو اعرفكم بيه عن نفسي. وبس كده، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وكومنتس وتشير الفيديو ده مع اصحابكم اللي انتوا شايفين ان هم ممكن يستفادوا من الكونتنت ده. ثانك يو بنات، باي باي.